القضية ديال اليوم كتعلق بتكوين واحد العصابة إجرامية مختصة في السرقة. فغادي نشوفوا في هذه الحلقة هذه الطريقة اللي غادي نشدوهم بها، والمناطق اللي ينشطوا فيها كتنشط فيها هاد العصابة هذه، والنتيجة الأخيرة اللي غادي نوصلوا لها. فتابعوا معايا هذه الحلقة هذه باش نشوفوا الأطوار ديالها. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معكم كالعادة الدرك المتقاعد عادل العمري. غادي ندخل كذلك في القضية ديال اليوم بدون مقدمات. القضية ديال اليوم هي واحد القضية كتعلق بواحد العصابة إجرامية اللي كانت كتنشط في مدينة الدار البيضاء. في واحد الصيف كنا خدامين في واحد المركز، مركز تماريس صيفي. هذا المركز ديال تماريس هذا اللي هو كتكون فيه الخدمه تقريبا هي في الصيف. كنخدموا تقريبا في شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 شهر 9 كيتسد هذاك المركز، ولكن كيبقى تابع للمركز الترابي اللي تابع ليه. ولكن بحكم ان ديك المنطقه ديال تماريس كيجيو ليها الناس بزاف في الصيف، كتولي فالناس اللي ساكنين تما راه كيعرفوا، الناس ديال الدار البيضاء راه تيعرفوا هذه المنطقه كيفاش كيكون داك الازدحام اللي كيكون كبير بزاف في الصيف في هذه المنطقه هذه. واللي تشرفت انني خدمت مع السي سعدون اللي هو غني عن الذكر. كان قائد المركز ديال تماريس في هذيك الساعه. ولكن هذه القضيه اللي غادي نعاود اليوم هو ما كانش حاضر معنا فيها السي سعدون، من بعد غادي يجي. هو كان معنا واحد قائد مركز اخر اللي كان حييه، ثم جاء السي طاهر سعدون من بعد وكملنا معاه. واللي تبارك الله يعني تعلمنا منه بزاف. كنا كنخدموا واحد الخدمه تما يعني في هذيك تماريس، يعني كنا منقيين الدنيا بصراحه. يعني بصريح العباره كانت الدنيا عندنا نقيه، ما كانش عندنا مثلا في ديك 4 شهور اللي كندوزو ديال الصيف تما ما كتلقاش عندنا يعني القضايا بزاف ديال السرقه. كتلقى واحد القضيه ولا جوج وكتلقاهم غيوسيت. هاد القضايا هادو كتلقاهم نجحناهم، لان كنا كنديروا واحد الخطه تما فاش كنا كنخدموا تما. الناس اللي كيجيو بعاد مدينه التماريس كيجيو من الدار البيضاء ولا شي حاجه بالمطار وداك الشيء، كنا كنحيحوا عليهم حتى ولا الصيت ديال هذيك المنطقه معروف في مدينه الدار البيضاء. تيبغي يمشي شي واحد من الدار البيضاء دابا لتماريس كيقول لي لا 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 الجدرميه تما راه ما كيتفاهموش، تيرجعوا بحالهم. ما عليناش. عموما واحد النهار في المركز ديال هذا المركز ديال تماريس مع الصباح تقريبا تقدموا للمركز تقريبا عندنا واحد 8 ديال الناس. 8 ديال الناس اللي كيجيو في الصيف كيخيموا في تماريس. هاد الناس كلهم غادي يبغيو يسجلوا واحد الشكايه ديالهم في الشأن ديال السرقه، اللي تيقولوا في التصريح ديالهم انهم تعرضوا للسرقه ديال السياره ديالهم. الراديو كاسيت، هذيك الراديو كاسيت اللي كتكون في وسط الطوموبيل تسرقات. يعني 8 ديال الطوموبيلات كل وحده تشفرات منها راديو كاسيت. هما جاو بالطوموبيلات ديالهم بطبيعه الحال، جاو بالطوموبيلات ديالهم للمركز، المنطقه اللي جالسين فيها هما جاو عندنا للمركز بالسيارات ديالهم. المعاينات اللي عايننا على قبل هذوك السيارات اللي شفناهم، يعني شفنا ان ذاك المكان ديال اللي كتكون فيه اللي تيكون فيه المسجله، يعني مسجله التشفرات. ولكن اللي اثار الانتباه ديالنا هما انهم تقريبا نفس العمليه باش تسرقوا. كلهم مهرسه لهم ديك الجاجه اللورانيه، ديك الجاجه الصغيره اللي دايره بحال الفرomاج، تيقول لها الجاجه ديال الشفاره. كلهم مهرسه لهم ديك الجاجه الصغيره. هذيك هي الخطه، هذيك هي الطريقه اللي كيشفروا بها. كيهرس لك ديك الجاجه اللورانيه ثم كيحل الباب، من بعد كيمشي يسرق هذيك المسجله.
نعتذر. فهاد المسجلات اللي تشفروا لهاد الناس، يعني السيارات اللي كنهضروا عليهم، يعني سيارات، يعني سيارات ما نقولوش سيارات فارهه، ولكن سيارات يعني طوموبيلات مزيانين. تقريبا كل مسجله كتسوى واحد الثمن ديال 2500 درهم 3000 درهم. يعني 3000 درهم الا ضربناها في 8 ديال السيارات راه ثمن كبير، واحد المبلغ اللي هو مهم. فهنايا سجلنا لهم هاد الشكايه ديالهم هادي، بعد ما خدنا طبعا الهواتف ديالهم، باش الا كان شي مستجد ولا شي حاجه نعاودوا نعيطوا لهم. ثم اننا حررنا واحد البرقيه لباقي المناطق اللي المراكز الترابيه، واش حتى هما كانت عندهم شي قضايا في هذا الشيء ديال السرقه. بالفعل يعني كان جاتنا واحد البرقيه بان فعلا واحد المنطقه مثلا كانت بعيده علينا، كمثلا منطقه ديال سيدي رحال مثلا، كانت منطقه شاطئيه، حتى هي كتشتكي تقريبا من نفس هذا الشيء هذا، يعني حتى هما كيشتكيو من هاد السرقه ديال المسجلات. كذلك واحد المنطقه في النواحي ديال المحمديه، حتى هما كذلك نفس الشيء. فهنايا وصلنا لواحد الخلاصه بان هاد الناس هادو واقيلا ربما اللي كيجيو يسرقوا، وهذا الشيء وقع كامل في ليله واحده. يعني هنايا وصلنا لواحد الخلاصه بان هاد الناس اللي كيجيو كيسرقوا هاد المسجلات هادو، هاد العصابه هادو، ما يكونش واحد بطبيعه الحال، راه انهم كيجيو على على الطريق، يعني الطريق الساحليه، وكيجيو كيخبطوا هذوك الطوموبيلات اللي خبطوهم، يا 30 طوموبيل في الليله، يا 40 طوموبيل في الليله، وكيمشيو في حالهم. يعني هذه الخلاصه اللي بانت لنا. فهنايا غادي، مع ان يعني ان معروفه هذيك المنطقه اللي كنا فيها ديال تماريس، معروفه بالناس ديالها اللي هما ناس الله يعمرها دار، دوك الناس ديال تماريس اللي كنا اللي كنحييهم كاملين بطبيعه الحال يعني من خلال هذا الفيديو هذا. يعني واحد الناس اللي هما دراوش، ما عندهمش مع المشاكل، كندوزو تما يعني الصيف كامل ما كتجيش تلقى شي واحد منهم كيجي تيتشكى ولا شي حاجه. المشاكل كلهم كيجيونا من الناس اللي كيجيو من مدينه الدار البيضاء، كيجيو لتماريس. فالناس ديال تما، الناس الله يعمرها دار، يعني الا واحد القله قليله تما اللي كانوا شي شويه، مثلا تلقى مثلا تيكمي شي جوانات ولا شي حاجه وهذا، ولكن ما تيوصلوش لهذا الشيء ديال السرقه. ولكن المنطقه على العموم منطقه هادئه. هنايا قررنا باش غادي نديروا واحد الكمين لهاد الناس هادو، لهاد العصابه هادو، لهاد العصابه هادي. ما غاديش اولا شنو غادي نديروا؟ غادي نديروا بحال ما كاين والو. ما غاديش حنا دابا كاين الفعل وكاين ردة الفعل. دابا هادو داروا الفعل ديالهم، ما غاديش تكون حنا ردة الفعل ديالنا اننا غادي نمشيو ونبقاو نديروا دوريات ليليه ونكتفوا البحث. لا، هاكا غادي نفيقوهم. الا درنا لهم بحال هكا غادي نفيقوهم، ما باقيش غادي يجيوك، صافي ضربوا الضربه ديالهم ما باقيش غادي يرجعوا. فقررنا باننا ما بطبيعه الحال اصلا يعني الدوريات الليليه كانت كما قلت لكم ديك المنطقه هادئه، يعني مورا حدات الليل كتولي الدنيا تما كتصفر. فقررنا اننا غادي نمشيو لهذيك البلاصه اللي تسرقوا منها هذوك الطوموبيلات. فين كانوا مستاسيونين هاد الطوموبيلات؟ تقريبا حدا دوك الفيلات اللي اون فاس البحر. منين كتدخل الدخله ديال تماريس كاينين شي فيلات راه كيكونوا كاينين اون فاس البحر، وحداهم واحد الباركينغ. كان ديك الساعه واحد الباركينغ كبير تما، كاين اللي كيخلي طوموبيلته تما في الباركينغ، كاين اللي يخلي طوموبيلته حدا الفيلا، ما كيدخلهاش مثلا للكراج. وهذيك المنطقه ما محروساش، ما كتلقاش، ما كاينش فيها العساسه. فالكمين اللي غادي نديرو لهم اننا حنا واحد 3 ديال الدركيين كان معنا ديك الساعه، كان معنا تيكونوا معنا التلاميذ ديال المدرسه ديال الدرك اللي كنحييهم، كانوا كيجيو يعاونونا في الصيف تبارك الله، حتى هما يعني كيجيو دراري ناضيين. فقررنا بان نديو واحد 3 السيارات ديالنا، غادي نديوهم لهذاك الباركينغ اللي اون فاس مع دوك الفيلا تما، وغادي نخليوهم تما باش نشوفوا واش هادوك الناس اللي كيجيو كيشفروا هاد المسجلات غادي يغريوهم دوك الطوموبيلات، غادي يشوفوهم بدون حراسه تما بالليل، إلا يقدروا يرتكبوا مثلا ديك العمليه ديال السرقه. هذه هي الخطه اللي كانت عندنا. كنا تقريبا حنا واحد 6 ديال العناصر، واحد 3 ديال السيارات. دينا دوك السيارات بطبيعه الحال، حطيناهم تما. دازت الليله الاولى، دازت الليله الثانيه، يعني دازت تقريبا واحد السيمانه ما كاين والو. يعني كنا كنصبروا
كنا كنمشيو تما تقريبا مع جي 12 الليل تقريبا، كنحطوا دوك السيارات ديالنا وكنبعدوا من حدا السيارات، كنبقاو غير في داك لونطوغاج ديالهم تما، بعاد ما كنبانوش، وكنبقاو تقريبا حتى 6 الصباح. عاد كنجيو فحالنا لابريكاد، كان ديك الساعه يعني كتنعس واحد الساعتين ولا 3 السوايع. ايوا من بعد حيت عموما ان الصباح تما كان عندنا في هذيك المنطقه ما تيكونوش المشاكل بزاف، ولكن كتكون عندنا الخدمه بزاف من مورا الغدا. كيجيو الناس كيجيو الناس للبحر، خصوصا في شهر 7 وشهر 8. فهاد كما قلت لكم دازت الليله الاولى، الثانيه، الثالثه، دازت تقريبا واحد 7 ايام ولا 8 ايام والو. كدوز لنا الليله خاويه، ديما تدوز الليله خاويه، كنبقاو كنتسناو ما ربنا يجيو هادو ولا شي حاجه، والو كتدوز الليله خاويه حتى تقريبا شي نهار التاسع، او نهار العاشر. واحد النهار هذا اللي هو النهار التاسع، تقريبا مع شي 3 ديال الصباح، حنا جينا عاوتاني درنا نفس العمليه، جينا حطينا السيارات، بقينا بعد، والسيارات ديالنا كلهم فيهم مسجلات. جينا تفرقنا كذلك، ولكن عينينا راه مراقبه السيارات من بعيد. واحد الوقيته كيبان لينا مع شي 3 الصباح واحد الموتور، اللي غادي نعرفوه من بعد، موتور تي ماكس، داك الموتور كبير، راكبين فيه 3 ديال الناس، وداخل هذاك الموتور داخل طاماليس. كيبان لينا من البعد، لحقاش اللي كيعرف هذيك المنطقه ديال طاماليس، راه الا كنتي واقف في هذه البلاصه اللي كنهضر عليها انا وكتشوف بعيد، راه تيبان لك الموتور جاي من بعيد، حيت هي طواله وحده، تيبان لك الموتور راه هو جاي من بعيد. اي واحد داخل لتما راه تيبان لك جاي. وكانوا جايين وطافيين الضوء، هذاك الضوء ديال القدام ديال الموتور طافيينه، جايين بثلاثه في موتور سميتو، ولكن كان الضوء ديال الشارع مع القمره، كيبان لينا الموتور راه جاي، الصوت ديالو كيتسمع. حتى وصلوا لفين حاطين حنا السيارات ديالنا. اش داروا؟ مشاو فاتوا دوك السيارات، فاتوهم تقريبا بواحد 20 متر ولا 30 متر، وما يعاودوا يرجعوا ثاني. يعني بحال الا تيديروا واحد التشطيب، واحد التمشيط للمنطقه، كيشوفوا ياك ما كاين شي حد تما ولا. مشاو وعاودوا رجعوا. منين عاودوا رجعوا حطوا الموتور، هنايا عرفناهم بانهم حنايا راه غادي يديروا شي حاجه. جاو حطوا داك الموتور ديال تي ماكس. واحد فيهم تيبان لينا من البعد بقى حدا الموتور، والموتور خدام بطبيعه الحال، خلى الموتور امارش. وفي نفس الوقت اش كان تيدير هذا واحد فيهم؟ في نفس الوقت جبد واحد السكوتش ومشى لديك البلاكه ديال اللور ديال الموتور، وكان تيقاد مثلا بحال مثلا داك الرقم ديال 6 الا كان في الماتريكول ديال الطوموبيل، كيشد هذاك السكوتش كيرجعو 8، باش انت الا خديتي داك الماتريكول ديال الموتور وضربتي مثلا 8 في التنقيط ديالو، غادي تخرج لك شي حاجه اخرى، ولا ما يخرج لك والو. ولا هذه الطريقه، يعني عندهم حتى هادشي ديال تيخربقوا في هادشي ديال الماتريكولاسيون ديال الماطر. هذاك بقى حدا الموتور كما قلت لكم، كان تيدير هذه العمليه هذه. الجوج الاخرين واحد فيهم كنشوفوه نازل بواحد سيف تقريبا، يعني فوق داك 17 اللي كيقولوا عليهم 17، هذا السيف. والاخر اللي من موراه حتى هو، يعني نزلوا جوج وواحد بقى، الاخر حتى هو هز معاه واحد 17. كيبان لينا داك الجنوي جا هذاك في هذاك الوقيته، اللي يعني الموتور تقريبا ما بين الموتور وما بين السيارات، يعني تقريبا خلاو واحد المسافه ديال واحد، نقول لك تقريبا واحد 5 متر تقريبا ولا 4 متر تقريبا، اللي بقات ما بين الموتور وما بين. نزلت ترجلو وتمو غادي نجي السياره. في هذا الوقت حنايا غادي نتدخلوا، لانه كان غادي هو اش غادي يدير بهذاك السيف. داك السيف اللي هزو راه غادي يمشي غادي يهرس به ديك الدجاجه ديال الطوموبيل، غيهرس هذيك الدجاجه اللورانيه باش يحل الطوموبيل ويشفر هذيك المسجله. فالوقيته اللي غادي هو من الموتور غادي للطوموبيل وهز معاه هذاك السيف، حنا هنايا غادي نتدخلوا واحد التدخل اللي هو قوي جدا. كلنا دخلنا في دقه واحده تقريبا، في دقه واحده، وهما يشهروا، وهما هذوك السيوف امامنا. حنا عندنا واحد الطبيعه حنا عندنا واحد الطبيعه، يعني بحكم المزاوله ديالنا، حنا هادشي ديال الجناوه وهادشي ديال المواس ما كنخافوش منه. ماشي ما كنخافوش منه اننا مثلا شداد، ولا اننا واعرين ولا صعاب، ولا ما كنخافوش ولا لا. يعني عندنا واحد الحاجه، عندك ان العمل ديالك هو انك كتخدم هاد المواطنين هادي، فضروري غادي تضحي، راه انت راك مكلف باش تحمي هاد الممتلكات ديال الناس هادو. فغادي دير
الاحتياطات ديالك بطبيعه الحال باش ما تجيش فيك شي دقه ولا شي حاجه، ولكن في نفس الوقت راه ما غاديش ترجع، راه غادي تواجههم. اي غادي يقول لي شي واحد تستعمل مثلا المسدس ديالك او يعني السلاح الوظيفي. السلاح الوظيفي تقدر تستعمله تقدر ما تستعملوش، يعني على حسب انت، على حسب المنطقه انت اللي فيها، يعني لا سيتوياسيون اللي فيها هي اللي كتخليك انك تقرر اشنو غادي دير. فهنا لاحظنا حنا بان هذوك منين جبدوا دوك السيوفه غير بغاو بحال قلتي بغا يخلعونا سير انا غادي تيشير بحال هكا بالسيف. واحد الوقيته قضينا عليهم كاملين شديناهم بجوجهم. هذاك الاخر اللي كان معاهم اللي هو الثالث كان فوق الموتور، هذاك سمح في الموتور ديالو وهرب جهه البحر، مشى جهه الرمله. هرب. هذوك الجوج شلينا الحركه ديالهم شديناهم. جوج اخرين من الدراري ديالنا باقي كنعقل التلاميذ واقيلا اللي كانوا معنا مشاو شدوا هذاك خينا اللي هرب هذاك الثالث، وجبناهم كاملين للمركز. هنايا تقريبا دخلنا للمركز مع شي تقريبا 5 الصباح ولا 4 الصباح ولا 5 ديال الصباح. فما خصناش نتعطلوا بزاف، ما خصناش نتعطلوا بزاف لان عندنا شي حوايج اللي تابعيننا. عندنا تفتيش مهم غادي يدار في الديور ديال هاد الناس هادو، لان هاد الناس هادو 100% راه هما هادو اللي كانوا كيشفروا هادوك المسجلات ديال دوك سميات الناس اللي جاو ديكلاراو بهم. فعلى وجه السرعه بطبيعه الحال بعد ما علمنا النيابه العامه، النيابه العامه والاخوان ديال الامن، انتقلنا لمدينه الدار البيضاء ودرنا واحد التفتيش في المنازل ديالهم. هذا التفتيش ما عطى حتى شي حاجه، ما عطى حتى شي نتيجه، يعني ما لقينا عندهم حتى شي حاجه الا واحد المبلغ مالي لقيناه عند واحد منهم، هو شي مبلغ اللي ماشي كبير بزاف. سولناه على ذاك المبلغ، الام ديالو كتقول لك انا هاد الفلوس انا اللي عطيتهم ليه، ماشي شي مبلغ كبير بزاف. هنايا غادي نكتفوا معاهم البحث مزيان باش نعرفوا يعني العلاقه ديالهم بهذيك السرقه ديال اللي كانوا تعرضوا لها الناس اللي جاو ديكلاراو من قبل. بطبيعه الحال كنفرقوهم كل واحد بوحدو، ما كنجمعوهمش، لحقاش الا جمعتيهم راه غادي يتفقوا على هضره وحده وغادي يبقاو شادين في هذيك الهضره اللي متفقين عليها. فانت خصك هنايا كل واحد تجيبو على حده، كل واحد كتستمع ليه على حده وكتضرب شي بشي. كتقول لهذاك مثلا راه شوف راه صاحبك راه قال لي الحقيقه، قول لي انت شنو كاين شنو راه قال لنا. مثلا هذاك مشينا عند واحد قلنا ليه شوف راه انت هو رئيس العصابه، راه هذاك صاحبك اللي معاك راه قال لك انت هو رئيس العصابه وانت اللي كدير كل شيء، وهذوك المسجلات راك شديتيهم وراه بعتيهم لفلان. حنا ما قلنا ليش فلان، حنا تنقول ايه بعتيهم لفلان. حنا بحال عارفين هذاك الشيء اللي غادي يديروا هما. يعني كنتخيلوا هذاك الفيلم اللي غادي يكون حصل يكون وقع، لان هذوك المسجلات راه في الاخير اش غادي يديروا بهم هما؟ راه يمشيو يبيعوهم، راه معروفه، غادي يمشيو يبيعوهم لواحد خينا اللي كيثيقوا فيه، هو اللي كيشد من عندهم هذا الشيء. هو يقول لنا واحد قال لك ومادام ان هذاك صاحبي تيقول اني انا هو الرئيس، فاجي نقول لكم اشنو كاين. راه هو الرئيس وراه هو اللي كيعرف، وراه هذوك المسجلات راه تيبيعهم لواحد خينا، راه ها فين كاين وها فين كاين. قلنا له واش الا مشيتي معنا تورينا هذا السيد هذا فين كاين؟ قال لك نمشي معكم نوريكم فين كاين. بالفعل رافقنا ديناه النواحي ديال فين كاين درب غلف، دوك النواحي ديالو تما في دوك لي زالونتور ديالو، عند واحد خينا تما تيدير هادشي ديال المسجلات. منين وصلنا عند هذاك خينا، هذاك خينا مول هذاك المحل، فقال لنا هو هذا اللي كناخذ من عنده اللي كنبيعوا ليه المسجلات. سولنا هذاك السيد تما في عين المكان واش كتعرف هاد الناس، هو نكر في الاول المعرفه ديالو بهم، وقلنا ليه هاد المسجلات هادو اللي هذا راه كلشي هادشي دابا راه غادي يتحجز حتى باش يعني نديروا اتصال بالنيابه العامه ونشوفوا. بعد ما درنا اتصال بالنيابه العامه بطبيعه الحال غادي ناخذوا الاوامر ديال النيابه العامه باش هادوك الناس اللي تصنتنا لهم في الاول واش غادي يتعرفوا على هذاك المحجوز اللي كاين في هذاك المحل. بالفعل هادوك الناس كلهم غادي نعيطوا لهم، غادي يتعرفوا كاملين على هاد المحجوزات. كل واحد غادي يقول لك انا هذه هي المسجلات ديالي، انا هذه هي المسجلات. وبالفعل كل وحده كتنطابق فعلا مع ديك السياره اللي تشفرات منها هذيك المسجله. يعني الناس كل واحد راه كيعرف المسجله ديالو بطبيعه الحال اللي مشات ليه. وهنايا غادي نكونوا وضعنا يدينا على واحد العصابه اللي كانت مروعه ديك المنطقه ديال تماريس،
وكذلك صرحوا لنا هذاك واحد فيهم يعني صرح لنا بانهم راه ماشي هذا الشيء ماشي اول مره كيديروا هذا الشيء، بانهم راه كيبداو العمل ديالهم من جهه بالوما، يعني من النواحي ديال المحمديه زناته، من تما هما جايين كيجيو يشفروا تما الطوموبيلات ومختصين في الصيف. الصيف كيعرفوا الناس كيحطوا الطوموبيلات تما، الناس كتدخل في الصيف كتقول صافي زعما راه الدنيا هانيه، راه مع الصيف هذا راه كتعرفوا الصيف. كيجيو من تما من زناته كيشفروا دوك الطوموبيلات وتيدوزوا على تماريس ويعاودوا يشفروا تما الا لقاو شي طوموبيلات، ويكملوا الطريق ديالهم حتى لسيدي رحال. سيدي رحال كانت محسوبه ديك الساعه على سطات، وتا هما عاوتاني نفس الشيء، حتى هي منطقه ساحليه، ويشفروا داك المسجلات اللي كاينين ثم كيرجعوهم يديوهم يبيعوهم لهذاك الخينا بواحد الثمن، لان الثمن اللي كان تيشري من عندهم هذاك السيد هو واحد الثمن اللي هو يعني واحد الثمن زايد بزاف، يعني كياخذوا من عندهم تقريبا بواحد 400 درهم او 300 درهم الوحده. اما هذه المسجله كدير مسجله تقريبا كدير واحد كما قلت لكم واحد 2000 درهم ولا 2500 درهم، لان سولنا على الثمن باش كيبيعوا ليه، قال لك راه كنبيعوا ليه ب 300 درهم 400 درهم. واش انت دابا هاد المسجله السي محمد كدير 3000 درهم وانت شاريها ب 400 درهم او 300 درهم؟ اذا هذا راه شراء المسروق، راه باينه، راه المساله اللي هي باينه. وقا يقول لك لا رانا ما عارفش، راه لا يعذر احد بجهله القانون. فهكذا غادي نكونوا وضعنا يدينا على هاد العصابه هذه. وهذه القضيه هذه كانت لقات واحد الاستحسان كبير من طرف الساكنه ديال دوك الناس اللي جاو تيخيموا في طماريس، ويعني وشكرونا بزاف على هذا العمل اللي درناه. والحمد لله يعني خلات واحد الصدى اللي هو طيب. من مورا هذه القضيه هذه عمرنا ما باقي شفنا شي سرقه ديال السيارات، ولات الناس كتحط السياره ديالها فين ما حطتها، ما كاين لا مشكل لا حتى شي حاجه. وهكذا غادي ننهيو هذه الحلقه هذه، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.